سنة 1975 عالم النفس الشهير إدوارد ترونيك عمل تجربة هزت العالم كله. يمكن كانت من أقصى التجارب اللي حصلت في الحياة. التجربة اسمها الوجه الجامد. راح جاب أم وطفلها وقال لها إن هي تتجاوب مع الحركات بتاعته وتفضل تلعبه وتبتسم له، ومع الوقت بدأ يقول لها تظهر لابنها الوجه الجامد اللي هو وش موجود بس بلا تعبيرات. فالطفل بدأ يتوتر، يحاول يلاعب مامته وهي بلا تعبير، وشها ساكن تماما. بدأ الطفل يحاول يعيط بس ببطء، ويحاول يختبر إذا كانت مامته فعلا هتعمل أي تعبير ولا لأ، لحد ما بدأ الطفل يصرخ وجات له نوبة هلع. وده كان غريب جدا. التجربة دي اتذكرت في مراجع عملاقة، واتذكرت كمان في أشهر الكتب، منهم كتاب The Power of Discord، ودراسات كتير اتعملت على الموضوع منهم في جامعة هارفارد. بس الغريب هنا إنه لقوا الألم اللي انت بتحسه لما حد يتجاهلك أو يتعامل معاك في موقف بالصمت العقابي ده أسوأ بكتير من إنه يزعق في وشك أو يتخانق معاك. الموضوع بيبقى مؤلم بجد، لأنك بتحس بنوع من أنواع إنك مش موجود أو تقليل الذات جواك. الغريب بقى إن السقوط العقابي ده اللي هو the silent treatment ده بيعمله الشخص بطريقة واعية جدا، لأنه أحياناً بيبقى ورا الصمت ده مش إنه الشخص منهك تماماً أو مش قادر يتكلم ويتعامل في الموقف، أو إنه حتى مش لاقي حلول للموقف اللي بيواجهه. لأ، ده أحياناً كتير جداً بيكون الشخص واعي تماماً للموقف اللي حواليه، وبيكون عنده حلول كتير جداً، وبيستخدم الصمت العقابي كنوع من أنواع إنه يجبرك إنك تنفذ إرادته بالكامل. الحقيقة هنا إنه في شعرة بسيطة جداً بين إنك تسكت عشان ما تخسرش ود اللي قدامك، لأن الموضوع ممكن يكبر ويتفاقم منك فتختار إنك تسكت أحسن وما تتخانقش أو ما تتكلمش، وبين إنك تكون واعي إنك تكون بتأدبه أو تكون بتحاول تتلاعب بيه. بتبقى شعرة بسيطة جدا، بس الألم هنا غير الحفاظ على الود هنا، وهي دي الشعرة اللي بتفصل في الموضوع إذا كنت أنت بتحافظ على الود فعلا ولا بتهدم. الفكرة الشائعة في الموقف ده إن أنا هسكت عشان يحس بقيمتي، وده فكرة غلط جدا. اتعملت دراسات لعالم النفس ويليامز اللي عمل دراسة عن النبذ الاجتماعي، وقالك إن الشعور اللي انت بتحسه لما بيحصل لك نوع من أنواع التجاهل فده مش بيخليه يحس بقيمتك ولا حاجة. اللي بيحصل العكس تماما، إن انت بتحسسه بنوع من أنواع الألم النفسي اللي ممكن يوصله للألم الجسدي كمان، كأنه واكل علقة سخنة. يعني انت بدل ما انت بتعدل العلاقة بينكم أو تحسسه بقيمتك زي ما انت حاسس، الموضوع بيتقلب العكس، لأن الموضوع بيروح في حتة تانية تماماً. وهنا بدل ما انت ترجع العلاقة تخليها أحسن أو تحافظ على الود أكتر أو إنك تحسسه فعلاً بقيمتك، انت بتبوظ الدنيا. هو ده بالظبط اللي أنا عايزة أقوله لك. ده غير بقى إنه في ناس ممكن تكون بتلعب تلاعب نفسي، وده إطار تاني وموضوع تاني مختلف تماماً. طيب خليني أقولك حاجة، هو الموضوع زي ما هو بيبدأ عندك بينتهي عندك برضو. أنا لو عندي مشكلة فأنا لازم أجي أتكلم معاك فيها تماماً بكل صدق وبكل ثقة، لأن إحنا المفروض إن إحنا في ود بينا وعلاقة تخليك تتمسك بيا تماماً في أي جملة بقولها لك، وفي أي عتاب بقوله لك، وفي أي لوم، لأنك أكيد مش بتعمل كده وإنت قاصد، لأن إنت لو قاصد هتبقى دي مشكلة وهبقى أنا محتاجة أمشي مش محتاجة أقعد. فاللي انت محتاج تعمله هنا انك تروح تكون واضح تماما، وانك ما تكتمش مشاعرك لحد ما تنفجر. لما يكون عندك حاجة فانت محتاج تاخد فيها اكشن واضح، مش انك تسكت او انك تاخد جنب من الشخص او تحسسه بقيمتك. لا، هو انت لازم تكون واضح. انا زعلت من كذا، اتضايقت من الموقف الفلاني، اللي ضايقني في الموقف كذا وكذا وكذا، واكون واضح جدا في كلامي واقول كل اللي مضايقني بصراحة. لأنه العلاقات الآمنة
بتتبني على إنه الشخص هيفهمني حتى لو أنا ما اتكلمتش. فلو أنا قلت جملة في النص هو أكيد مش هيترجمها غلط، لأن هو عارفني، عارف كويس قوي إيه اللي أنا أقصده بالظبط وإيه اللي أنا بتكلم فيه. هو عمره ما هيترجم كلامي غلط. هو الوحيد اللي في الدنيا مساحتي معاه آمنة، وهو اللي لو الناس كلها فهمت غلط هو مستحيل يفهمني غلط، مستحيل يفهم كلامي غلط، مستحيل يفهم التعبير بتاعتي غلط. طيب هو أنا الصمت العقابي ما استخدمتوش، أنا اتعمل فيا. أنا محتاج إن أنا أقول للشخص إن أنا شايفك محتاج وقتك، فأنا هسيبك تماماً تاخد وقتك وتيجي تتكلم معايا وإنت جاهز. يعني أول ما تكون جاهز كده نتعاتب ونتكلم سوا، أنا هسمعك وهفهمك عادي جدا. ولازم أديله مساحته، وبلاش يا جماعة نقعد نجري ورا بعض ونضغط على بعض. يعني ندي كل واحد مساحته، بلاش مطاردة، وبلاش إن أنا أفضل قاعد إن أنا لازم أتكلم دلوقتي ولازم نتعاتب حالاً. لا، هو احنا ممكن ناخد وقتنا ونتكلم واحنا هاديين، وده اصلا اللي انا انصح بيه. يعني حتى لو مفيش صمت عقابي، انا انصح تماما ان احنا نهدى قوي ونستنى لما المشاعر كلها السلبية تروح مننا ونتعاتب براحتنا، عشان وقتها الكلام بيبقى من عقلك قوي، مش بتقول اي كلام وخلاص عشان مشاعر الغضب اللي جواك بتفرغها في اللي قدامك. وهو ده الفرق. شفتوا الطفل الصغير اللي حكيت عنه في اول الفيديو، اللي اول لما بدأت مامته ما يبقاش عندها تعبير على وشها بدأ يحس بنوع من انواع الألم؟ انا عايزة بس افهمكم ان دي الغريزة البشرية، ان احنا كلنا بنشعر بالألم وبنفقد هويتنا تماما لما نحس ان احنا مش متشافين في عيون اللي قدامنا، او ان احنا مش مهمين. بس اللي أنا عايزاكم تفهموه دايماً إنه مش دايماً بيبقى الصمت عقابي. هو العقاب بجد إن أنا أخسر حد كان عزيز عليا، حد كان بجد ممكن نكمل في علاقة سوية وآمنة، وهو ده بجد العقاب. لكن غير كده إحنا محتاجين نتعامل مع نفسنا جداً برحمة، ونتعامل مع الناس اللي قدامنا برحمة جداً. لا، وكمان لما يكون في حاجة نكون واضحين وصراحين مع بعض تماماً، ونشوف المشكلة فين. لو عندي أو عندك فإحنا لازم نحلها، ولازم نكون عارفين إنه ده ملوش علاقة بالقيمة الشخصية بتاعتنا، هو ليه علاقة بإن إحنا الود اللي بينا هيرجع، سواء مني سواء منك. ولو ما تعرفنيش، أنا كوتش مديحة بالمناسبة. عشان تشوفني تاني فمحتاج تعمل لي فولو وشير بقى كمان مرة. وبس كده، باي باي.